لقد ركز بعض النقاد في هجومهم علي أني شاعر امرأة، ولا يحق لي أن أتكلم في الوطنية، وأنا لا أفهم مثل هذا المنطق المضحك. فمتى كان الشاعر مقسما إلى مناطق جغرافية، ومتى كان الحب متناقضا مع الوطنية، كأن الأمم المحاربة أمم لا عواطف لها ولا قلب. أود أن أقول إنه ليس هناك شاعر امرأة وشاعر نضال، وإنما هناك شاعر، وهو الذي يتحول بلحظة من لحظات الخطر من وردة إلى سيف، وأنت تتحمل نتائجها. يعني انا بتحمل لا، ازاي يعني؟ دي قصيدة يعني حلوة قوي ومتطرفة قوي. اذا انا بحمل شرف نقلها للناس مش نتائجها لا، يعني. يسعدني جدا. إني خيرتك فاختاري، إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي، انفعلي، انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو انسحبي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني جبنك يا امرأة، يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري. إني لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الثوار. لا يكسر كل الأسوار، لا يضرب مثل الإعصار. آه، لو حبك يبلعني يقلعني مثل الإعصار. إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة